النهارده هصور لكم حلقه المخ علشان الناس اللي ما عندهاش مخ. طبعا انا بهزر معاكم، كلكم ناس محترمين وزي الفل وكمل اللي ربنا يبارك فيكم. نبدا ان شاء الله حلقتنا. النهارده هنعمل فيها المخ. في ناس بتقول ان هي ما بتحبش المخ علشان بيبقى طري وهي بتاكله، وفي ناس ما جربتهوش خالص. النهارده هنعمله بطريقه حلوه قوي علشان اللي ما جربش يعمله، والناس اللي هي بتشتكي ان هو بيبقى طري هنقول لهم على طريقه النهارده ان شاء الله هتعجبهم قوي وهتخلوهم برضو يعملوها على طول. بصوا بقى، اول حاجه المخ هتخلوه في التلاجة قبل ما تقطعوه عشان يكون متماسك، ما يبقاش طري منك كده وسايب. هو احنا طلعناه بس بقاله شويه، يعني المفروض يكون متماسك عن كده كمان سنه. تمام. ونقوم ماسكينه بقى بالسكينه كده او بالساطور، ونقوم مقطعينه شرايح بالشكل ده كده. عايزه اقول لك كل ما يكون جامد كل ما الحلقات بتاعته تقدري تقطعيها رقيقه اكتر. عايزه اقول لكم ان انا كمان من الناس اللي ما بيحبش ياكل المخ وهو طري، لازم يبقى متماسك كده زي قطعه اللحمه. طبعا هو ما بيبقاش يعني ايه حاجه متحجره، هو بيبقى طري بس طري زي السمك. عارفين لحمه السمك؟ الطريقه دي بقى هتخليكي وانت بتاكليه تحسي ان انت بتاكلي حاجه طعمها جميل وفي نفس الوقت متماسكه زي قطعه السمك بالظبط. طلع صوره هنا، طلع صوره. بص بقى كده خلاص المخ كله اتقطع بالشكل ده كده. اول حاجه خطوه الليمون دي مهمه قوي. هتجيبي ليمونتين وتقومي عصراهم عليه عصره تمام كده علشان اي ريحه زفاره فيه ما تبقاش موجوده خالص. وبعد كده حطينا فلفل اسمر، وبعد الفلفل الاسمر هنحط ملح، وبعد كده هنجيب ميه البصل ونبدا نحطها عليه. بصله كبيره كده تبشريها وتاخدي الميه بتاعتها وتقومي حطاها عليه وتسيبيها بقى كده. تسيبي المخ في التتبيله دي ساعتين 3 4 لحد ما تيجي تعملي. كل ما تقعديه في التتبيله كل ما يكون احسن. حاجه تانية غير كده. بعد كده بقى نحطه في التلاجة عشان يشبع كده من التتبيله، وارجع لكم تاني ان شاء الله لما نيجي نعمله. خلاص كده. ورجعنا تاني بعد ما طلعناه من التلاجة وجينا عشان نعمل المخ. اول حاجه جبنا بيضتين وحطينا عليهم شويه ملح، مهم قوي الفلفل الاسمر علشان الزفاره، ودقيق عليه ملح خفيف كده زي ما احنا شايفين كده، برضو شويه فلفل اسمر خفاف. وهنبدا نحط المخ على طول، نشيله من التتبيله بتاعته في الدقيق ونشيله من الدقيق نحطه في البيض اللي متضاف عليه فلفل اسمر وملح، وبعد كده هنحطه في البقسماط. يبقى دلوقتي المخ بعد ما بنطلعه من التلاجة عشان نبدا نعمله بنجيب بيضتين نضربهم بملح وفلفل اسمر، ملح طبعا مش كتير عشان احنا حاطين على التتبيله كده ملح، ودي عليها عليه برضو شويه فلفل اسمر كده، ونتبل في الدقيق. وبعد كده ننزل بالمخ في البيض، وبعد كده نطلعه من البيض نحطه في البقسماط بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي بتزود كميه كمان المخ اللي انت عاملاه. يعني انتوا شايفين كده انا مقطعه، احنا عاملين طبق دلوقتي، الطبق ده هيزيد شويه بعد ما نتبل ونخلص التتبيله بتاعه المخ كده. خلاص انا خلصت، شايفين بسم الله ما شاء الله. الكميه بتزيد عندك من التتبيله دي كمان. تيجي بقى هتكوني حاطه طاسه على النار وفيها شويه زيت ذره، ويكونوا مقدوحين يعني سخنين قوي على نار عاليه، وتقومي نازله على طول بشرايح المخ اللي انت مقطعاها. لا انا مطفيه. معلش انا عندي برد فحاسه ان انا صوتي منبوح شويه او مبحوح يعني، بس اعتقد ان انا صوتي واضح كويس قوي. طبعا احنا محضرين طبق دلوقتي، حاطين فرشين الارضيه بتاعته كلها جرجير، يعني يا جرجير يا بقدونس المتاح عندك، تكوني غسلاه كويس ومقطعاه وتكوني محضراه فرشاه كده في ارضيه الطبق كلها علشان تطلعي من الطاسه على طول وترصي على الخضره اللي انت مقطعاها. ما تيجي تحمريه بقى هو ما بياخدش وقت خالص على النار، لانه كمان زي ما احنا شايفين هو طري فما بياخدش وقت في السوى، وفي نفس الوقت كمان تطلعيه لونه كده ذهبي جميل زي ما انت شايفه. هنبدا بقى نطلعه دلوقتي ونرصه كده على الخضره كده بالشكل ده. طبعا الطبق ده كبير، احنا فرشينه خضره علشان لسه هنعمل لسان كمان، بس اللسان ان شاء الله انا هنزله الجزء اللي بعد ده، يعني مش هينزل في نفس الحلقه علشان ما اطولش عليكم. يبقى الحلقه دي انا هعمل فيها المخ بس، والحلقه الجايه ان شاء الله هعمل لكم فيها اللسان.
بصوا بقى اوريكم من جوه، شايفين ما شاء الله عامل زي لحمه السمك بالظبط، طري ومتماسك، مش مهري ولا طري قوي، ما شاء الله جميل جدا جدا جدا. اتمنى بقى ان انتوا تجربوا الطريقه دي وتقولوا لي رايكم فيها ايه. ودي بتعتبر احسن طريقه تعملوا بها المخ. وانا كده وصلت معاكم لنهايه الحلقه. يا ريت لو عجبتكم تعملوا لايك وشير ليها، ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا علامه الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات. زي ما انا قلت لكم كده، ده نص الطبق حطيت فيه المخ، النص التاني ان شاء الله هنعمل اللسان وهنحطه فيه عشان نقدمه مع بعض. طريقه اللسان ان شاء الله هنعمله بطريقه حلوه قوي برده ومميزه. تابعونا ان شاء الله في الجزء الجاي لحمه اللسان.